هاي، ازيكم؟ الدنيا تمام؟ طيب ما زي الفل، يلا بينا. بالمناسبة يعني الفيلم ده قصة حقيقية بتبدأ الحكاية في ألمانيا سنة 1945 تحديدا قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية بأسبوعين. بنلاقي عسكري هربان من الجيش الألماني اسمه ويلي، والشرطة العسكرية الألمانية بيطاردوه علشان يقبضوا عليه، ولكن ويلي بطريقة ما كده بيقدر يهرب منهم. بس الموضوع ما كانش سهل يعني، ولكن بيهرب. وبعد ما الشرطة العسكرية اللي كانوا بيطاردوه دول بيمشوا، ويلي بيكمل هروبه لغاية ما بيلاقي عربية مركونة على جنب كده مفيش أي حد جواها. ويلي بيفتح العربيه دي، بيبص جواها بيلاقي شنطه مركونه على الكنبه الورانيه، فبيفتح الشنطه بيلاقي جواها بدله بتاعت ضابط الماني. ويلي لما شاف البدله دي فرح جدا، وعلى طول لبس البدله دي وفضل يمثل ان هو ضابط، وبقى عمال بيدي اوامر للعفاريت اللي مخاويها باين. على كل حال في اللحظه دي بيجي له مجند الماني اسمه فرايتاج، وبيدي لويلي تعظيم سلام. فرايتاج ده بيقول لويلي ان هو فقد الوحده بتاعته كلها، وان هو الوحيد اللي عاش منها. فويلي كان واقف متثبت في الوقت ده لان فرايتاج بيعامله على انه ضابط الماني. في اللحظه دي ويلي نطت في دماغه فكره جهنميه، الا وهي ان هو ليه ما يعملش نفسه ظابط مثلا؟ مين هيدور وراه؟ وبدا يؤمر في فرايتاج على انه ظابط. مبدئيا كده قال له دور العربيه وطلعها من مكانها، وبعد كده قال لفرايتاج بقول لك ايه، شوف لنا مكان نبات فيه. فرايتاج قال له عناية، انا اعرف مدينه قريبه مننا هوديك هناك. وفعلا فرايتاج اخد ويلي وداه هناك اهل المدينه دي كانوا متجمعين في كافيتيريا، واول ما شافوا ويلي وفرايتاج ما كانوش مستحملينهم اساسا، وده لان وقتها الشعب الالماني ما كانش طايق الجيش الالماني اساسا. ويلي يعمل ايه؟ بيوعدهم كلهم انهم هيصرف لهم مبالغ ماليه تساعدهم في حياتهم، وقال ايه اخد اساميهم واحد واحد علشان يصرف لهم المبالغ الماليه. فكلهم فرحوا جدا. مش بس كده، ده كمان عاشوا ويلي وفريتاج عشا ملوكي، كمان بيدوا له اوضه حلوه كده ينام فيها. ولكن في نص الليل اهل المدينه بيجيبوا لويلي واحد كان بيحاول يسرقهم، فويلي بينزل لهم بيقول لهم الحكايه. قالوا له ان الشخص ده كان بيحاول يسرق من عندهم فراخ، ولازم يتنفذ عليه دلوقتي العقوبه بتاعه السرقه. فويلي عمل ايه؟ طلع المسدس بتاعه وخلص على الشخص ده في الحال. والغريب ان اهل المدينه فرحوا جدا، لكن العسكري اللي اسمه فريتاج ما كانش عاجبه اللي عمله ويلي. على كل حال ويلي بعد كده بيرجع اوضته تاني، بيقلع البدله وبيعلقها، وبيقعد على السرير وبيبص للبدله بصه كده زي ما يكون شايف فيها طوق النجاه بتاعه. على كل حال تاني يوم الصبح بيمشوا بالعربيه بيكملوا طريقهم، واثناء ما كانوا ماشيين بيقفوا عند بيت كده على السكه. بيدخلوا البيت ده بيلاقوا فيه 3 جنود المان بيتسلوا على اصحاب البيت ده، منهم واحد اسمه كابينسكي كده تلح قوي، ده برضه كان بيستغل سلطته على الشعب. واول ما شاف ويلي قدامه كده اتضايق، اللي هو يعني اللي جاب الظابط ده علشان يعكنن علينا حياتنا، ما كنا قاعدين ومفرفشين. ولكن كابينسكي ده لاحظ ان البدله بتاعت ويلي كبيره عليه قوي، البنطلون بتاعها طويل عليه، بس مع ذلك كابينسكي ادى لويلي التحيه. ويلي بيخلي فريتاج يجيب له الاوراق بتاعتهم، وده قال ايه علشان يبص فيها ويتاكد ان هم جنود المان ويتحقق من هويتهم. واخدين بالكم ان ويلي عايش الدور؟ المهم بيرجعها لهم تاني. مش بس كده، كمان بيضمهم للفرقه بتاعته وبيخليهم يخدموه مع فريتاج. كابينسكي بيسال ويلي بيقول له احنا هنعمل ايه؟ ويلي بيقول ان هو جاي في مهمه سريه من الرئيس نفسه اللي هو هتلر، ومهمته دي ان هو يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط ورا الجبهه. هل اللي بيحصل ده اوامر هتلر بحذافيرها ولا بيحصل حاجه تانية؟ ويلي شدد عليهم كلهم ان المهمه دي مهمه سريه ما يقولوش لاي حد عليها نهائيا، وانهم يطيعوه طاعه عمياء. واسامه كانوا ماشيين بيلاقوا جنديين تانيين بيتمشوا كده وجارين مدفع مضاد للطيارات، فويلي ضمهم هم كمان للفرقه بتاعته. ومع الوقت كده بنلاحظ ان الفرقه بتاعت ويلي عماله بتكبر، واسامه كانوا بيتمشوا كده ويلي بياخد باله ان في طيارات بتاعهم حواليهم، فعلى طول قال للجنود اللي معاه يضربوا الطيارات دي بالمدفع اللي معاهم. ولما الجنود دي ضربت ناحيه الطيارات هربت منهم. بعدها بشويه العربيه بتاعتهم بتخلص بنزين، فويلي بيخليهم كلهم يجروا العربيه زي الحمير. ولكن اسامه كانوا بيجروا العربيه، فجاه كده بتيجي عربيه تانية تابعه للجيش الالماني، والقائد اللي ركب العربيه دي تابع للشرطه العسكريه الالمانيه اللي ويلي اساسا كان هربان منهم في البدايه. المهم القائد ده بيجي بيكلم ويلي بيقول له وريني الاوراق بتاعتك، لان انا شايفك ماشي كده ومعاك الفرقه بتاعتك مع نفسك، انت ايه الهدف بتاعك او رايح فين؟ ويلي قال له انا جاي هنا في مهمه سريه، وعلى فكره يعني لو انت حبيت تبص على الاوراق بتاعتي انا كمان لازم ابص على الاوراق بتاعتك قبلها، انا برضو عاوز اشوف اوراقك علشان تثبت لي انك انت من الشرطه العسكريه. ومش بس كده، لما اعمل التقرير بتاعي ان شاء الله هبقى احط اسمك فيه، لانك انت عطلتني عن مهمه سريه الرئيس نفسه بعتنا علشان اعملها. الكلام ده خلى الضابط يخاف من ويلي وكمان من المشاكل، ده اللي خلاه ما بصش على الاوراق بتاعت ويلي. وهنا بقى بناخد بالنا من الشطاره بتاعت ويلي والثبات الانفعالي والثقه بتاعته في الكلام، ده بيخلي كل اللي حواليه بيرضخوا ليه وللاوامر بتاعته. مش بس كده، ده كمان القائد ده بيساعد ويلي وبيجر له العربيه بتاعته. لكن هم ماشيين كده بيعدوا على كمين، مين بقى اللي ماسك الكمين ده؟ الضابط اللي كان بيطارد ويلي في البدايه واللي اسمه جانكر. جانكر ده لما شافهم ما سابهمش، سالهم انتوا رايحين فين؟ قالوا له المعسكر اللي جاي. قال لهم زي الفل، انا
انا كده كده رايح هناك، خدوني معاكم. ولكن جانكر ما دخلش بايديه فاضيه، حط لهم جثتين على كبوت العربيه لجنود المان كانوا متهربين زي ويلي كده. ويلي طبعا اول ما شاف الجثتين واول ما شاف جانكر اساسا اتوتر شويه، ولكن كان بيحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر، لان جانكر قال له ويلي انا بشبه عليك. ويلي قال له مش واخد بالي، ما شفتكش قبل كده. جانكر قال له ما شفتنيش، بس انا حاسس يا اخي ان انا شفتك. فويلي في اللحظه دي بدا يبص لجانكر بثقه، وعينه حتى ما طرفتش وهو باصص له. ده اللي خلى جانكر يحس ان كلام ويلي صحيح، ان هما ما شافوش بعض قبل كده. وبيكملوا طريقهم لغايه المعسكر اللي جاي. المعسكر ده كان معمول ليه؟ كانوا حاطين فيه الجنود الالمان اللي هربانين من الجيش اللي قابضين عليهم. هناك ويلي بيخش المعسكر ده، بيتعرف على كل القيادات اللي موجودين جوه. بيسالوا انت جاي هنا تعمل ايه؟ قال لهم ان هو جاي هنا علشان يشوف اللي بيحصل باوامر من هتلر نفسه، وقال لهم ان هو اسمه النقيب هيرولد، وده اسم العيله بتاع ويلي. وويلي بطريقته كده وحنكته بيقدر ياكل عقل واحد هناك اسمه سكوتي. سكوتي ده لما بيتكلم مع ويلي بيحبه جدا، وبيقرر ينفذ له كل اللي هو عاوزه. ويلي بيسالهم مين القائد هنا، سكوتي بيقول له ان واحد اسمه هانسن، ولكن مشغول شويتين دلوقتي وهيفضى كمان حبه يعني. في الوقت ده جانكر بيقول له استاذن انا هرجع تاني الكمين بتاعي. ويلي قال لجانكر استنى رايح فين؟ انت ما قلتليش انت شفتني فين قبل كده؟ ايه يا ويلي الثقه المفرطه دي؟ ده انت فاجر يا جدع. جانكر قال له صدقني مش قادر افتكرك، وسابه ومشي. واللي بعد كده بيقول له سكوتي بقول لك ايه، خدنا على عنبر الجنود المتهربين. ولما دخل العنبر هناك وشاف الجنود المتهربين اللي كان ممكن يكون واحد منهم، ويلي في اللحظه دي بيطلب حاجه غير متوقعه، امر انهم يخرجوا كل المساجين دول بره. وده علشان ايه؟ علشان يخلص عليهم كلهم. هنا بقى بنلاحظ ان ويلي بدا يستغل سلطته بشكل وحش جدا، بس سكوتي بيقول ان هو ما يقدرش ينفذ الامر ده من غير موافقه القائد هانسن. فبيروح بيقابل القائد اللي ما كانش فاضي، وبيقول له ان في نقيب جاي من طرف هتلر نفسه عاوز يخلص على المساجين. هانسن قال له ايه يخلص عليهم ازاي؟ ايه الكلام الاهبل ده؟ لا استناني، محدش ينفذ اي حاجه، هظبط بس هدومه وجايلك. ولكن ويلي ما استناهوش، ومبدئيا كده بيخلي كيبينسكي يخلص على 3 مساجين. ده اللي خلى هانسن اتجنن، فعلى طول بيروح لويلي بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ازاي يا عم تيجي المعسكر بتاعي وتخلص على المساجين اللي عندي؟ هو الموضوع بالبساطه دي؟ انت مين اساسا؟ ويلي قال له ان هو جاي بامر مباشر من الرئيس، وانه جاي هنا علشان يسرع الامور. وبكلمه يسرع الامور ده ان هو يخلص على كل المساجين بدون محاكمه. وده اللي ما كانش عاجب هانسن، لان المساجين اللي بيخلصوا عليهم دول المان زيهم. وقال لويلي ان هو هيتصل بالقياده علشان يتحقق من الامر بتاعه. وفعلا بيتصل بالقياده علشان يسال على الموضوع. بيرد عليهم الممثل بتاع وزاره العدل اللي اسمه سيل، بيقول لهانسن انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام ده، ولا اعرف حتى ان في واحد اسمه هيرولد الرئيس مكلفه بمهمه. بقول لك ايه، اديني 5 دقايق هسال وارجع لك تاني. فسكوتي اخد ويلي كده وراحوا على جنب، وسكوتي قال لويلي بقول لك ايه، انا هتصل بممثل وزاره العدل ده وهتكلم معاه وهخوفه كده وهقول له ان هو بيعوق امر مباشر للرئيس. الكلام ده هيخليه يتبرجل شويه ويسيبنا نكمل. وفعلا سكوتي وويلي بيكلموه وبيخوفوه. فالشخص ده بيكلم هانسون وبيقول له بقول لك ايه، احنا كده كده المساجين دول مش فارقين معانا، وهتلر نفسه دلوقتي في اللي مكفيه، احنا مسحولين في كل مكان. بقول لك ايه يا هانسون، سيبه يعمل اللي هو عاوزه وما تتصلش بيا تاني. وبكده ويلي قدر يتخطى هانسون وبيكمل اللي هو عاوز يعمله. بيخلي السجناء يحفروا حفره كبيره وبينزلوهم بعد كده جوه الحفره، وبعدها بيفتحوا عليهم كلهم النار. وويلي في اللحظه دي كان باصص عليهم وسرحان، من جواه كان عمال بيزقر لكن من بره هادي. في اللحظه دي ويلي بيبص على المساعد بتاعه فريتاج، بيلاقي فريتاج باصص له بصه كده كلها تأنيب. المهم بعد ما بيخلصوا على كل الجنود اللي في العنبر ده، بيجيبوا الجنود اللي في العنبر اللي وراه برضه بيحطوهم في نفس الحفره وبيخلصوا عليهم. ولكن مع تكدس الجثث فوق بعضها كانوا سامعين صوت واحد كده عمال بيئن، بس مش عارفين مكانه فين. فويلي في اللحظه دي امر فريتاج ان هو ينزل جوه الحفره ويشوف الشخص ده فين ويخلص عليه. بس الموضوع كان صعب جدا على فريتاج، لكن ما كانش قادر يعصى الامر بتاع ويلي. في نفس اللحظه دي القائد هانسن كان شايف ده كله، بس ما كانش قادر يعمل اي حاجه، وكان شايف ان اللي بيحصل ده همجيه وتوحش، لكن ما كانش في ايده اي حاجه. ده اللي خلاه ساب المعسكر كله ومشي علشان يحاول يتصرف ويعمل اي حاجه. اما ويلي بعد كده فبيجمع كل القيادات الموجوده في المعسكر وبيحتفلوا كلهم. واثناء الاحتفال كده ويلي بيجيب واحد مسجون بيتسلى عليه، بيقول له قول لي انت جيت هنا في ايه؟ هل جيت هنا في سرقه ولا اتهجمت على واحده ولا هربان من الجيش؟ الشخص ده قال له ويلي ولا اي حاجه من دول، انا راجل فنان اساسا. ويلي قال له ما تخافش مش هنخلص عليك. طيب بقول لك ايه، احنا هنتكلم افتراضيا، انت جيت هنا في ايه؟ ولا اقول لك انا هبدا بنفسي وهتكلم انا افتراضيا. انا يا سيدي لقيت البدله اللي انا لابسها دي. في اللحظه دي كلهم تنحوا، حتى سكوتي تنح. ويلي قال لهم ايه يا جماعه، انتوا نسيتوا ان احنا بنتكلم افتراضيا؟ بقول لكم ايه، تعالوا كده. وراح مطلعهم بره، وبره ويلي جاب 4 مساجين كتفهم هم ال4 في بعض، وراح قايل لهم اجروا. فال4 مساجين جريوا، واثناء ما كانت المساجين بتجري ويلي واللي معاه كانوا بيضربوا عليهم نار، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. لكن للاسف ال4 مساجين ماتوا، والليله دي بتعدي.
تاني يوم على الصبح كده ويلي وهو مجتمع بقيادات المعسكر، فجأة كده بيحصل لهم هجوم من طيارات الحلفاء والمعسكر كله بيتدمر. ولكن شوف يا اخي، ويلي برضه بيعيش هو والفرقة بتاعته. فويلي بياخد الفرقة بتاعته، بيركب عربيته وبيروح على اقرب مدينة، وكانوا كاتبين على العربية محكمة هيرالد السريعة، واي حد ما كانش بيعجبهم كانوا بيخلصوا عليه على طول. كمان ويلي فاهم كل سكان المدينة ان هو هنا في المدينة دي علشان يحكمها بالقانون والنظام. والفرقة بتاعته في الوقت ده كانت عمالة بتقلب كل الناس اللي في المدينة، كانوا بياخدوا منهم حاجاتهم الشخصية وكمان فلوسهم، واي حاجة كانت بتعجبهم كانوا بياخدوها. مش بس كده، كانوا بيتهجموا على الستات. ولكن ويلي بيجي في مرة كده بيبص البنت ولسه هيتكلم معاها، فالمجند اللي اسمه كيبينسكي ده بينط قدامه وبياخد البنت دي منه. ده اللي بيخلي ويلي يتضايق جدا من كيبينسكي. فبيعمل ايه؟ بيجيبه من قفاه من اوضته وبيطلعه الشارع، بيقلعه هدومه وبيخلص عليه، وبيرجع بعد كده يعيش حياته عادي خالص. وبيفضلوا كده شوية حلوين مقضيينها سهرات وشرب وحاجات تانية كتير، لغاية ما في يوم الشرطة العسكرية بتهجم على المدينة وبيقبضوا عليهم كلهم. ويلي بعد كده بيتقدم للمحاكمة، والقاضي كان عاوز يحكم عليه بالإعدام لأن ويلي انتحل شخصية ضابط وكمان عمل جرائم كتيرة جدا. ولكن شوف يا أخي، المحامي اللي جاي بيدافع عن ويلي بيقول للقاضي أي نعم يعني ويلي غلط، ولكن ويلي قدر يعمل حاجات كتيرة كويسة جدا، ألا وهي إن هو أظهر مظهرا عسكريا منقطع النظير سيادتك، وإنه اتصرف فعلا كظابط. وقال للقاضي على فكرة ويلي ده راجل خشن، واحنا محتاجين ناس زي كده في الجيش بتاعنا، وكمان عنده صفات قيادية هايلة، وتقدروا تقولوا إن هو أمر القاضي إنه يدي لويلي براءة. الكلام ده حصل فعلا. المهم ويلي فعلا بياخد براءة، ولكن بيتحط تحت الإقامة الجبرية. بس ويلي برضه ما سكتش، بينتهز أقرب فرصة وبيهرب من المكان. ولما هرب دخل الغابة، ولما دخل الغابة بنلاقي موجود جوه الغابة مكان مليان هياكل عظمية، وويلي بيتمشى فوق الهياكل العظمية دي في لفتة كده من المخرج عن بحر الجثث اللي ويلي اتسبب في قتلهم. ولغاية هنا الحكاية بتنتهي. بالنسبة للناس اللي بتسأل ايه اللي حصل لويلي بعد كده، ويلي اتقبض عليه تاني بعد الحرب وتنفذ فيه حكم الإعدام يوم 14 نوفمبر سنة 1946. وقتها ويلي كان عنده 21 سنة بس. لو انت أول مرة تسمعني مش مشترك في القناة، فياريت تشترك وتفعل الجرس علشان يجيلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل. جنب كلمة مشترك هتلاقي علامة الجرس، دوس عليها واختار الكل أو أول. كمان ما تنسوش تشتركوا في قناة سامي زازا، هسيب لكم لينك القناة في الكومنت المثبت. مستنيكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.